يا أم معبد ليت قلبي خيمة لتدوسها بنعالها النزلاء، وإذا قريش لم تسعك بيوتها فالشعب قلبي والفدى الأحشاء. ستظل مكتوبا في القلوب محمدا، الصمت فيكم والكلام سواء. تربت يداي إذا حرمتك شافعا ومنعت حوضك أيها السقاء. يا أيها المكتوب في أعماقنا أنت الكتاب وكلنا قراء. فالباقيات الصالحات بما حوت من غير حبك ما لهن بقاء. لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا ولولا الحب لم أتكلم. يا نور يوم ولدت قامت عزة للأرض إذ أمست لنورك تنتمي. الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يتيه فوق الأنجم. فصلوا عليه. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها، وعلى الكرار أبي الكرم والزهراء وأبناها. خير الخلق هو الهادي نور الكون به بادي، عم الناس بإرشادي أزكى الخلق وأرضاها. قام الليل لمولاه ضرا تشكو قدماه، عرج السبع فأعطاه خير صلاة صلاها. يوم الحشر لنا ينفع عند الله لنا يشفع، رب العرش به يدفع كرب الخلق وبلواها. صلى الله على طه. أيها الإخوة الأكارم، لما كان الحبيب محمد صلى الله على حضرته وآله في طريق الهجرة فانعطف ومن معه عن الطريق إلى خيمة، هذه الخيمة كانت بها عجوز تسمى أم معبد عاتكة بنت خويلد الخزاعية. انعطفوا إلى الخيمة ليشتروا منها بعضا من اللحم والتمر فلم يجدوا عندها شيئا، فوجد رسول الله شاة هزيلة فسأل عنها، فقالت له أم معبد إنها شاة خلفها الجهد أن ترعى مع بقية الغنم يا رسول الله. يعني شاة هزيلة مجهدة بلغ الجهد بها مبلغا لدرجة أن الشاة لا تستطيع أن تصطحب بقية الغنم إلى المرعى. فاستأذن رسول الله أن يمسح على الشاة فمسح عليها بيده الشريفة. ونحن نعلم أن يد رسول الله إذا مست شيئا تحول هذا الشيء إلى أكمل حال، تحول إلى أجمل شيء، تحول إلى أنبل شيء. وعين قتادة خذها دليلا لما كان في أحد وأصابت عينه رمح فقال الصحابة لقتادة ألقها عنك، يعني ليس هذا وقت تمارض، ألق عينك عنك ودافع عن رسول الله بعينك الأخرى. وإذا بقتادة يذهب إلى حضرة النبي اللهم صل عليه ومقلته تسيل على وجنته وهو يحمله على كفه. قال يا رسول الله قد بلغ بي ما ترى. فقال الحبيب المصطفى يا قتادة إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت رددتها أحسن مما كانت عليه. فقال يا رسول الله بل ردها علي. فدعا له رسول الله فصارت أحد عينيه نظرا وصارت أجمل وأكمل عينيه ببركة أن مسها رسول الله بيده. وهذه الشاة التي مسح رسول الله ضرعها إذا بها تصير إلى أكمل حال ويملأ ضرعها باللبن ويحلب رسول الله عليه الصلاة والسلام مرة فتشرب أم معبد حتى ترتوي، ومرة فيشرب عامر بن فهيرة، ومرة فيشرب عبد الله بن أريقط، ومرة فيشرب الصديق أبو بكر، ومرة فيشرب الحبيب محمد حتى يرتوي، ومرة أخيرة يحلبها رسول الله.
فيملأ الإناء باللبن فيتركه إلى أم معبد ويبايعها ثم ينصرف ترفرف عليه رايات الرضا من الله. فلما قفل زوجها راجعا من الرعي وجد اللبن فسألها عن سر ذلك، فقالت له: لقد أقبل علينا رجل وضيء وسيم قسيم وأخذت تصف رسول الله، وأنا أدعوكم لقراءة هذا الحديث الذي تروي فيه السيدة أم معبد عاتكة بنت خويلد الخزاعية تصف فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن السيرة ما سميت سيرة إلا لأننا لا بد وأن نسير بها في حياتنا وأن نسر بها في دنيانا وأخرانا. والذي يشكو من عدم رؤياه لرسول الله عليه أن يدمن قراءة سيرة رسول الله، خاصة هذه الأحاديث التي فيها وصف سيدنا محمد، فصلوا عليه. واسمحوا لي اختصارا للوقت أن أترجم وصف السيدة أم معبد لسيدنا محمد، فلقد وصفته بألفاظ تحتاج إلى ترجمة وشرح، فإني أعمد إلى المقصود مباشرة. بماذا وصفته رضي الله عنها وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد؟ وصفته بأنه رقيق البشرة رقيق الوجه. ما معنى رقيق الوجه؟ يرى في وجهه البشر، إذا فرح استنار وجهه كأنه القمر صلى الله على حضرته وآله، وإذا غضب احمر وجهه، وإذا استحى يرى ذلك في وجهه، وهذا من أمارات الصفاء. بعض الناس يتمتعون بخبث الطوية لدرجة أنهم يظهرون لك وجها ويبطنون وجها عكس الذي يظهرونه. وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من عاش بوجهين مات ولا وجه له. فالدنيا ليس في العمر متسع أن نراوغ وأن يتلاعب بعضنا ببعض، ليس في العمر متسع. وصفته عليه الصلاة والسلام بأنه رقيق الوجه وبأنه وسيم، بياضه مشرب بحمرة، أي أن بياض الحبيب اللهم صل عليه ليس كبياض الأوروبيين الذين إذا نظرت إليهم حسبتهم مرضى، وليس كبياضنا نحن الذي هو ليس بياضا صافيا، وإنما هو بياض مشرب بحمرة. يعني من الممكن أن نقول أن بياض الشوام هو أقرب أنواع البياض لبياض وجه سيدنا محمد اللهم صل عليه، بياضه مشرب بحمرة. ووصفته بأنه قسيم. ما معنى قسيم؟ وجه الرجل ينقسم إلى 3 أقسام، إذا تساوت هذه ال3 أقسام فقد بلغ هذا الرجل أعلى مبلغ في الوسامة، حتى إن مقاييس الوسامة العالمية للرجال ونحن في القرن 21 تعتمد على هذا التقسيم. ورسول الله كان قسيما، بمعنى أن المسافة من أعلى الجبهة إلى أول الأنف، من أعلى الجبهة إلى أعلى الأنف تتساوى مع المسافة من أعلى الأنف إلى أعلى الشفتين، وهي نفس المسافة من أول الشفتين إلى أسفل الذقن، فهذا يسمى قسيما. ورسول الله اللهم صل عليه بلغ من الوسامة والقسامة والجمال والجلال والكمال مبلغا لدرجة أن الجمال يتصف بالحبيب محمد ولا عكس. يعني إن مقاييس الجمال لا تعتمد إلا إذا ما حاكمناها لمواصفات الحبيب محمد.
اللهم صل عليه. فرسول الله كان يتربع على عرش الجمال مصداقا لقول حسان: خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، فأجمل منك لم تر قط عيني وأفضل منك لم تلد النساء. لما رأيت أنواره سطعت وضعت من خيفتي كفي على بصري خوفا على بصري من حسن طلعته، فلست أبصره إلا على قدر روح من النور في جسم من القمر، كحلة نسجت من الأنجم الزهر فصلوا عليه. أيها الإخوة الأكارم، اسمحوا لي أن نستمع إلى السيدة أم معبد وهي تكمل وصف الحبيب محمد. تقول السيدة أم معبد رضي الله عنها عن سيدنا رسول الله فيما معناه أن رسول الله كان مستوي الصدر والبطن، ورسول الله كان أزج الحاجبين، يعني حاجباه عليه الصلاة والسلام ليس مستقيمين بل فيهما تقويسة بسيطة وبينهما اتصال بشعر خفيف لم يزدهما إلا بهاء وجمالا فصلوا عليه. والسيدة أم معبد تكمل الوصف فتقول عن سيدنا محمد: كان أدعج العينين، يعني كان شديد بياض العينين وكان شديد سواد العينين، يعني اللون الأبيض في العينين كان رسول الله بياض عينيه بياضا صافيا، وكان مركز العين هذا الذي يسمى بنن العين، هذا كان رسول الله شديد سواد العينين عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام كما تقول السيدة أم معبد كان شديد سواد الشعر، ولم يرى الشيب في شعر رسول الله اللهم صل عليه إلا بعد نزول سورة هود، فقال رسول الله: شيبتني هود وأخواتها. وكان هذا قبيل وفاته عليه الصلاة والسلام. وكان عدد شعر الشيب في لحية وشعر رسول الله 19 شعرة. إلى هذا الحد بلغ إتقان الصحابة في وصف الحبيب محمد اللهم صل عليه. وكان رسول الله كما تصفه السيدة أم معبد كان ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير البائن، وكان إذا جالس وسار إلى الطوال طاولهم عليه الصلاة والسلام، وكان إذا مشى أسرع. وتقول السيدة أم معبد كان منطقه عليه الصلاة والسلام كأنه خرزات نظم يتحدرن من فمه الشريف، وثناياه لؤلؤية عليه الصلاة والسلام، وكانت له رفقة يحتفون به إذا قال أنصتوا لقوله وإذا أمرهم ابتدروا أمره. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا بالحبيب محمد عليه الصلاة والسلام يترك السيدة أم معبد عليها رايات الرضا ترفرف. وهنا سر لا ينبغي أن نترك خيمة أم معبد قبل أن أذكره لكم. السيدة أم معبد كان من شيمها أنها كريمة جدا، وكان لا يمر بها مار على خيمتها إلا وتعطيه وتمنحه وتضيفه وتسقيه وتطعمه. هذا السر يقول: كن كريما يزورك رسول الله، كن كريما يزورك رسول الله. إذا كان الكرم شيمتك، إذا كان العطاء عادتك، فأبشر إن بيتك ترفرف عليه العطاءات المحمدية ويكون محطا ومحلا لتنزلات التجليات المحمدية. فمن كرمها أكرمها الله بأن زارها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. دارت كؤوس الحب للعشاق، فالقلب نار والعيون سواقي، كل
كل على ليلاه أضناه الهوى، وأنا الهوى بمحمد ترياقي. إن مر طيف محمد في خاطري هاجت بحار الشوق في أعماقي، شوق إلى ذكر الحبيب يهزني، فلتسقني من كأسه يا ساقي. أنا لو بقيت الدهر أبكي يا أحمدا، ما جف زمزم دمعي الدفاق. فالله صلى والملائكة اقتدت، فاهتز كل الكون بالأشواق، فالكون قلب بالمحبة نابض، شوقا لأحمد قبلة العشاق. فصلوا عليه. سلامي على بدر أتم فسلم، وأخفى شعاع الشمس لما تبسم، ولما مشى في ظلمة الليل انجلى له ما كان في الكون مظلما. سألت النوق التي آمنت به، قالت شريف في البرايا معظما. قلت لها يا نوق أين داره؟ قالت نعم أرض البقيع وزمزما. قلت لها يا نوق قصدي أزوره؟ قالت سافر إلى طيبة والحمى. قلت لها يا نوق ما اسمه؟ قالت محمد شفيع لمن صلى عليه وسلم. يا رب بجاه الحسين وأخيه وجده وبنيه وأمه وأبيه فرج عنا ما نحن فيه. اجعل يومنا خيرا من أمسنا، اجعل غدنا خيرا من يومنا، اسمعنا ما يسر نفوسنا، ثبت علينا ديننا وعقولنا، اختم بالصالحات أعمالنا. يا رب لا تعاملنا بأعمالنا ولا تؤاخذنا بأفعالنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، أصلح بالنا وأحوالنا. يا رب قد عجز الطبيب فداونا، يا رب قد كثر الفساد فنجنا، يا رب قلت حيلتي فتولنا، يا رب اهدنا سبل السلام، ارزقنا حسن الختام، أبلغ حبيبك وآله منا السلام، حققنا بمعيتهم في اليقظة والمنام، اجمعنا قريبا في روضة سيد الأنام وفي بلدك الحرام وفي الكعبة الحرام. يا رب امنحنا ولا تمتحنا، واختر لنا ولا تخيرنا، وزدنا ولا تنقصنا، واحفظنا ولا تضيعنا، وارحمنا ولا تعذبنا. يا رب نسألك في هذه الساعة أن تجعل قلوبنا على قلب حبيبك محمد، أن تفتح الباب بيننا وبين سيدنا محمد، أن ترضي عنا سيدنا محمد، أن تعطف علينا قلب سيدنا محمد، أن تجعلنا سببا في إدخال السرور على سيدنا محمد. يا رب في الآخرة لا تفرق بيننا وبين سيدنا محمد، وفي القبر لا تفرق بيننا وبين سيدنا محمد. إلهي نجنا من كل ضيق بجاه المصطفى مولى الجميع، وهب لنا في مدينته قرارا ورزقا ثم دفنا بالبقيع. يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا، وعافنا واعف عنا، وكن لنا حيث كنا. يا رب اشف أمراضنا الآن، استر أعراضنا وارحم أمواتنا الآن. اجعل هذه الذكرى روحا وريحانا ونورا وسرورا وحبورا على قبور أمواتنا وأموات المسلمين. اغفر لنا ولوالدينا، رب ارحمهم كما ربونا صغارا، الحقنا بهم على خير حال. يا رب ضعفاء يا رب فقو إيماننا، يا رب أذلاء فأعزنا، يا رب نحن فقراء فأغننا، يا رب نحن جهلاء فعلمنا، يا رب نحن منكسرين فاجبر كسرنا. يا رب لا تخرجنا من بيتك إلا وقد غفرت لنا وأعطيتنا سؤلنا وبلغتنا مرادنا وجبرت خاطرنا. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. بمحمد دامت لنا الأفراح، وقلوبنا في ذكره ترتاح. فإذا تلونا ذكره وحديثه دارت بكأس شرابه الأرواح. همنا به لما ذكرنا مدحه، ولنا بمدح صفاته الأرباح.